منتخب الأرجنتين في مهمة جديدة استعدادا لكوبا أمريكا. يستعد منتخب الأرجنتين لمباراتي بنما وكوراسو استعدادا لكوبا أمريكا 2024، ويسعى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو لتجربة بعض اللاعبين خلال المباراتين الوديتين للوقوف على مستواهم قبل انطلاق كوبا أمريكا. منتخب الأرجنتين في مهمة جديدة استعدادا لكوبا أمريكا. وصل نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للمعسكر أمس الاثنين، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، هيرونيمو رولي، فرانكو أرماني. الدفاع: خيرمان بتزيلا، كريستيان روميرو، نيكولاس اوتيميندي، ليساندرو مارتينيز، خوان فويس، جونزالو مونتيل، نايل مولينا، نيكولاس تاليافيجو، ماركوس أكونيا، لوتارو بلانكو. خط الوسط: لياندرو بارديز، جيدو رودريجر، انزو فرنانديز، ماكسيمو بيروني، ايزيكيل باليسيوس، رودريجو ديبول، فاكوندو بونوتي، تياجو ألامادا، جيوفاني لوسيلوس، أليكسيس ماك أليستا. خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، خوليان الفيريز، لوتارو مارتينيز، أليخاندرو جارناتشو، باولو ديبالا، أنخيل مارتين كوريا، أليخاندرو جوميز، نيكولاس جونزاليس، فالنتين كاربوني، إيميلانو بيندا. من جانب آخر، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن حالة الغموض تسيطر على مستقبل ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، الذي يدرس بدوره التراجع عن تجديد عقد اللاعب، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب من جانب جماهير باريس سان جيرمان عقب الهزيمة ضد رين بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الدوري الفرنسي بسبب تراجع مستواه.